السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد مع وصفة جديدة وفيديو جديد. أول حاجة مبروك عواشركم، رمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وراحة البال. كيف ما كتشوفوا في رمضان ما كتخطيناش أو ما كتخطاناش الزميتة، يعني في أي دار كاين اللي كيهيط لها سلو، كاين السفوف. المهم حنايا تنقولوا لها الزميته. هاد الزميته هادي تقليديه كنسيه كيف ما كتشوفوا، يعني بالتقاليد ديال والدينا. نبداو على بركه الله. هنا كان عندي الزنجلان شريت، يعني كل واحد ما نقدرش نقول لكم الكميه لحقاش الكميه ديال السفوف كل واحد وعلاش قد يدير. انا شديت الزنجلان ديالي من بعد ما غسلته ونقيته وحمرته شويه في الفران. عندي الكاوكاو قلت لي بلا قشور، انا ما كنستعملش الاخر، هذا كيجيني زوين. وفاش كدير له واحد الطريقه ديال تتسلقيه بالحامض ما كيبقاش فيه داك لوغو ديال الكاوكاو مجهد. وعندي اللوز على حسب، انا ما تنقول لكمش، انا درت القياس ديال يعني شحال عندي انا ديال الطحين. انا عندي 3 كيلو ديال الطحين، درت فيها كيلو د اللوز ودرت فيها كيلو ونص الكاوكاو و2 كيلو د الزنجلان. المهم شديت الكاوكاو ديالي كيف ما شفتوا، شديته درتو في مطايب، طلعت عليه الغليه هو وطريفه ديال الحامض باش كيحيد ديك الزفوريه او ديك الجهد ديال الكاوكاو. من بعد فاش تنسالي تنفرشو في لاطا، يعني تحت منها منديل باش كينشف ليا، وتنسقيه بشويه ديال ما زهر. من بعد كيف ما كتشوفوا كندير نفس الطريقه مع اللوز ديالي، كنسلقو ماشي كنسلقو، كنتوب عليه الماء طايب، كنخليه يطلع فيه وكنبدا نقيه حتى هو نشفو بنفس الطريقه اللي شفتو. من بعد كنديرو في زيت بارده، من بعد ما نشف ليا في زيت بارده حتى تنبدا يعني كياخد واحد اللون الذهبي باش كيجينا زوين في الزميته. هو ما خصوش يتحمر بزاف كيف ما كتشوفوا انا كنقرب لكم، خصو تشوفيه باقي بيض في المقله لحقاش تترجع عليه السخونيه ديال الزيت في منين كنحطوه في الصفايه ديالو. انا حمرت الطحين، حمرته وكنغربلو كيف ما كتشوفوا، كندير يدي هنا ويدي هنا، كنغربل الطحين. وانا هانتوما اللوز راه خدا واحد اللون الذهبي، يعني كنديرو وتنبدا نصفيه او تنديرو في كسكاس ولا شبكه باش كيتصفى ليا من ديك الزيت ديالنا، يعني ما كياخدش بزاف ديال الوقت. نفس الشيء درت مع الكاوكاو ديالي، هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني تيجي رائع، يعني واللون ديالو تيجي ذهبي. من بعد تناخذ الزنجلان ديالنا، تنوجد المكسور ديالي، الطحين ديالي هنا غربلته كيف ما كتشوفوا. كنبدا القياس اللي كندير، غنشد بانيو او جبانيه وغنبقى نطحن الكميه اللي عندي ديال الزنجلان نص، يعني زلافه نتوما ديروا الكميه. انا عبرت بهاد الطحانه ديالي، وحده كنطحنها وحده كنديرها صحيحه، يعني نتوما الا عندكم الميكسور كبير غتبقاو تشدوا زلافه طحنوها وزلافه ديروها صحيحه كيف ما كتشوفوا. يعني ما كنطحنوش بزاف على هاد الطريقه هادي، وديجا راه ديجا كيكون محمر شويه في الفران. انا كنحمرو غير في الفران، ما تخليوهش حتى يتحرق، الا تحرق ما يبقى عنده حتى طعم، ولو غتوليو تشوفوا غير ديك القشره ديال الزنجلان، خصو يبقى بيض الزنجلان ولكن هو مقرمل. نفس الشيء كنبدا مع اللوز، طحنت او ساليت الزنجلان وبديت في اللوز كيف ما كتشوفوا. بديت في اللوز كنبقى غدا حتى تنسالي كاع الطحين ديالي ديال اللوز وديال الكاوكاو، يعني وحده كنهرمشها
وحده كنطحنها شويه على الاولى. منين ساليت يعني المقادير ديالي كامله كما كتشوفوا، ها هو بوحديتو خليت القوام ديالي بوحديتو. وغناخد بانيو فندير الطحين ديالي اللي انا حمرته كيف ما كتشوفوا. الطحين ديالي هو هذا تحمر وتغربل. بانيو خصو كبير فين تخلطي الزميته ديالك. كنضيف جميع المقادير اللي طحنت كيف ما كتشوفوا. من بعد كناخد غربال، كناخد كاس ديال النافع البلدي وحبه حلاوه مخلطين، كنغلبلهم باش ما تبقاش ديك محصص انا طحنته حتى هو. كناخدو نفس المقدار ديال القرفه، كنغربلهم باش ما تبقاش ديك الحص ديالهم كيف ما كتشوفوا. كنشد الكوزه ديالي كنحكها في حكاكه كيف ما كتشوفوا بحال هكا، يعني زميته تقليديه كيف ما كتشوفوا، وتتجي في المذاق رائعه. من بعد ما ضفت الكوزه ديالنا او النافع والقرفه، غنبقى نخلطها باش ندخل جميع المكونات مع الطحين ديالنا. هانتوما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه، يعني بيدينا كنستعملوا يدينا. دابا كنضيف السكر كلاصي. السكر كلاصي يعني نتوما والذوق ديالكم. كاين اللي كيدير العسل، انا فضلت ندير السكر كلاصي ونخليها تقليديه كيف ما وراوها لنا والدينا. هانتوما كتشوفوا كنبقى بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. كنخلطها من الفوق لتحت باش تدخل لها المكونات كامله، اللوز والكاوكاو والنافع القرفه، هادشي كامل كيف ما كتشوفوا. كنبقى بهاد الطريقه هذه. خصتي ديري ضروري هاد الطريقه هذه باش تدخلي كاع المكونات مع الطحين ديالنا. من بعد كنزيد، انا خديت شويه، انا ما خلطتهاش كامله، انا خليت شويه هكاك يعني ناشف، وخلطت القياس اللي غادي نستعملو اللي غادي نحتاجو في رمضان ديالي. بديت كنخلطها كيف ما كتشوفوا. دابا غنخلطها خلاص، تنستعمل يديا هي اللي غادي نعرف كيفاش نجمع الزميطه ديالي. كيف ما كتشوفوا ما كاينش محسن من اليدين. كنبقى تنخلط فيها وتنزيد الزيت. انا لقيتها ناقصه شويه ديال السكر، زدتها شويه السكر كلاصي. كنخلطها وتنجمعها بيديا كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه، يعني بحال اللي كنعجنها. وكنضيف الزيت من الاحسن تكون بارده، ومن الاحسن تكون ويلور. اللي ما عندهاش ويلور دير لوسيول. هانتوما كتشوفوا الزميته ديالي انا كنديرها على هاد الشكل هذا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الزميته ديالي تقليديه المكنسيه كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعني الطريقه جد سهله ومبسطه، وممكن اي واحد يقدر يديرها يعني، وعلى حسب الكميه اللي باغا انتي. ممكن ديري كاع غير كيلو ونص ديال الطحين وتجيك يعني بهاد المقادير، يعني اللي هي جد بسيطه وسهله في التحضير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان كريم. وما تنساوش ديروا ابوني وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. هذا هو الشكل النهائي. رمضان كريم.